كده يا حبايبي خلصنا العصير. لو عندك فراولة ممكن تحطي، عندك تفاح ممكن تحطي، بس انا ابني طالب موز باللبن فقلت اعمله له. ما خدش 3 دقايق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا؟ معلش انا عارفة ان انا مقصرة معاكم بس غصب عني. معانا الشفشة بتاع الهاند بلندر ومعانا موز. لو عندك الموز مثلا استوى كده ولا حاجة هيتهيألك ان هو مستوي واسود من جوه، لكن بالعكس. انا هقشره قدامكم اهو وهوريهولكوا زي الفل. بصوا اهو كله سليم زي الفل. هعمل بيه عصير موز باللبن. ده اكتر حاجة حلوة للفيروسات والحاجات، عشان احنا داخلين على الشتاء ولادنا محتاجين غذاء كامل عشان يقاوم الكورونا والفيروسات. ربنا يبعدها عنا وعنكم يا رب. احط بقين الاول ميه كده متلجه، وبعد كده هنزل باللبن. حطينا طبعا شويه سكر. كده يا حبايبي هنزل باللبن. اديله تقليبه. اسهل عصير تعمليه. فاصل ونواصل. كده يا حبايبي خلصنا العصير. لو عندك فراولة ممكن تحطي، عندك تفاح ممكن تحطي، بس انا ابني طالب موز باللبن فقلت اعمله له. ما خدش 3 دقايق. احبكم في الله يا حبايبي. ما تنسينيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس، واللي ما اشتركش فضلا وليس امرا يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.